3 حاجات. أول حاجة يفتكر إن سنده وأمانه الأصلي هو ربنا، وأي سند وأمان بييجي لنا من خلال الناس هو ربنا بعته من خلال الناس. تاني حاجة، لو في فترة في حياتنا حاسين بوحدة وبعدم دعم، دي بتكون فرصة نمو رهيبة إن احنا نتعلم نسند على نفسنا في الحياة. أنجح ناس اللي علموا نفسهم بنفسهم في الشغل، مش اللي لقوا مديرهم يعلمهم. من أكتر الناس اللي عندها صلابة نفسية هي اللي بتقع نفسيا وبتعرف تقوم لوحدها. اكتر ناس عندها استقلاليه وخفيفه اللي بتعرف تسافر لوحدها وتتبسط لوحدها وتقعد لوحدها وتونس نفسها، مش دايما عندها احتياج ملح للونس. طبعا احنا مش مخلوقين نعيش لوحدنا، وكائنات اجتماعيه بالفطره، وربنا خلقنا عشان احنا محتاجين بعض. وعشان كده انا بقول هي بتبقى فتره ممكن نكون هنكتسب فيها حاجات محتاجين لها. تالت حاجه بقى، مفيش حد في الدنيا ملوش حد. عاده دي ساعات بتكون فكره حصل لها تضخيم في دماغنا، بنسميها generalization. تلاقي اللي لسه ما اتجوزش يقول انا ماليش حد، وهو اهله واصحابه محوطينه، او اللي اهله متوفيين عنده جيرانه وقرايبه، او اللي عايش في بلد غير بلده زي حالاتي كده، ساعات يهيأ له انه ملوش حد، ويمكن متونس بولاده او بحد تاني. فالسؤال المهم، انا ليا مين في المرحله دي، وايه اللي في ايدي انا اعمله؟ اسال اكتر، اوصل نفسي بالناس اكتر، اتعرف على ناس جديده، اتعلم اطلب الدعم والسند بطريقه مريحه. فالسند والامان عادة بيكونوا موجودين، بس احنا اللي محتاجين نشوفهم ونوصل نفسنا بيهم اكتر.